ضرس العقل كان سبب انتقاله لغريمه التقليدي. نعم، مثل ما عم خبركم، كلارنس سيدورف بسنة 2000 انتقل من ريال مدريد لانتر ميلان الإيطالي بصفقة كان المتوقع فيها انه النجم الهولندي يصير نجم ويتألق بخط وسط الانتر. لكن كان دائما سيدورف عم بيعاني من إصابة دائمة بالعضلة الضامة. فبموسم 2002-2003 قررت إدارة نادي انتر ميلان بيع كلارنس سيدورف لخصم التقليدي اي سي ميلان. وخلال الفحص الطبي اكتشف الطاقم الطبي لنادي الميلان انه سيدورف عنده ورم بنيرته باللثة وتحديدا بدرس العقل. وقرر الطاقم الطبي انه ينزع درس العقل، ولما تم نزع درس العقل تخلص سيدورف من الورم يلي كان بتمه وتخلص من اصابته بالعضله الضامه، وتحول ليصبح احد افضل لاعبي خط الوسط بتاريخ الميلان وتاريخ الكالتشيو. وهيك بيكون الانتر خسر النجم الهولندي بسبب ضرس العقل.